بسم الله بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا رب إيش عصير؟ مياه ماما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا رب يا رب يا رب. استغفر الله استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب والله بعيدة. يا رب يا رب الله خلاص ده أصير أصلي. يا رب المياه. هديت أمي ماما. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. اللهم إني استودعتك أولادي وأبنائي وأولادي. يا رب يا رب يا رب. إيش هالاتصال بالرامي؟ إيش بقول لك؟ بعرف هزة. ليش ضهرت بدون ما دق الباب؟ هلا أنت ما حسيت لسه عم تقولي ليش ما دقيت الباب؟ قوم البسوا خلينا نروح. قوموا قوموا انزل قوموا قوموا انزل. يا رب دخيلك اشهد. أنا بحاول إذا أكلت هيك غابة. هي ما يهزة ولا شيء، مفترينا افتعال، أنا بعرف. هي نووي. لك حجينا أنا نووي. أنت كمان هلا عم تقولي نووي؟ إيش في هلا عم تفيقونا هيك؟ إيش صار؟ بدي خذوا يلا هذا هلا حس يا زلمة. ايش قد نومك كتير أنت؟ صار هزة؟ أنا هزة؟ عجل؟ طب قوموا البسوا. ليش قاعدين؟ قوموا البسوا خلينا نروح. وين نروح؟ ننزل على الشارع. لوين بدنا نروح؟ لا يصيبنا لما كتب الله. أنا خلي إيمانكم بالله كبير. ما في إيمان طاول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حسيتوا بالهزة؟ أنو هزة؟ لك أنو هزات وأنو تصدعات. خلوا إيمانكم بالله كبير يا جماعة. شكون؟ يا لطيف والله العظيم ما بالي حمل هزات. اللهم روح المصحف قوموا خيوموا. وين نروح؟ وين نروح؟ عم تفسركي وين نروح؟ قوموا نقعد نصمنا خيمة بالشارع يا أخي. والله ضغطي والله حسين. هزة. حسيتوا بالهزة؟ محمد لا الحمد لله أنا ما صار عندي شيء. أنت إن شاء الله ما صار عندك شيء. عم بيقولوا البنايات فيهم تصدعات. ها؟ طلعوا لك على بنايتك ولا لا؟ هاي ابني عم بيقولوا كمان في هزة ثانية جاي 6.4. هاي ابني عم بيقول الماركات فراك ما بعرف شو اسمه. عم بيقول إنه في هزة 7. اختار ديري بالك محمد. والله العظيم ما لنا حمل. والله العظيم ما بحسن على العيشة. حسيتوا بالهزة؟ صار في هزة من شوي حسيت فيها متعاضي. هي جوي ابن عمتي الله لعنا له. هو بيعرف بيك شغلات. هزة حسيتوا بالهزة؟ المروحة بتتحرك كيف نشوفها؟ ولك يا معلم ما راح يصير شيء مثل ما عم بقلكن. أنا بفهم. هذه يا معلم بده يصير زلزال ب6 5 ريختر كيلو دنم. أنا بعرف بهيك شغلات يعني ما حدا منكم بده يعلمني هالشغلات هي. وبيني وبينك هالتبرعات اللي راحت لو يعطيني إياها إلي. أنا عندي جهاز بالبيت بيقيس الريختر. مشان هيك انهد بيتي بصلاح الدين. ولك هزة ولك محمد هزة. والله العظيم عم بزعل ما بعرف شيء. يا رب يا الله يرحم جميع الناس اللي ماتت. والله يساعد كل مصاب لأنه عن جد الشيء اللي صار أثر علينا كلياتنا حرفيا. يعني شفنا شوفات ما كنا متوقعين نشوفها بحياتنا. أصعب من الحرب ب1000 مرة. والله يشافي كل مصاب ويرحم كل ميت ويعين الناس اللي هي قاعدة حاليا بالخيم أو بالشوارع أو وين من كان. عن جد الله يعين العالم. حبينا نعمل هذا المقطع بس للفكاهة فقط لا غير. مشان ما حدا يطلع راسه مربع الدنيا زلزال وانت صديقي. بدنا نطلع من الشيء اللي نحن فيه لأنه عن جد تعبنا كثير بالشيء اللي صار بهال10 أيام اللي مرقوا. كثير صار شغلات زعجتنا كلياتنا. وبرجع بقولكن الله يرحم جميع اللي ماتوا والله يتقبلهم من الشهداء والله يكون مع كل مصاب لأنه عن جد شيء صعب. الله لا يدوق على حدا. والموضوع الثاني صديقي مثل ما اننا شايفين كلياتنا انه حاليا الناس اغلبيتها قاعده بالشارع او بالخيام او وين من كان لانه الهزات اللي عم بتصير الارتداديه عم بتخاف الناس تطلع على بيوتها. فبهي الحاله انت صديقي تبرع بشغلات
بسيطة جدا، إن كانت جاكيت، إن كانت كنزة، أو أي شيء أنت بتملكه. ما ضروري يكون مصاري، ما ضروري يكون. تبرع بشيء للناس اللي قاعدة تحت، لأنه عن جد شيء ببكي على الشوفات اللي عم نشوفها كل نهار، بس ما طالع بالإيد شيء غير اللي بنحسن نعمله. مثل ما قلت لك، ما ضروري يكون مبلغ مادي، لبس، جاكيت، صندويشة، أكل، إيش ما كان أنت بتحسن توزع وتعمل لهي الناس اللي تحت إيدي. والله يجعل أكبر المصايب. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. أحبكم.